صباح الخير. كباب الحلة من الأطباق اللذيذة ومميزة جدا اللي ما بيختلفش عليها اتنين. صعب قوي تلاقي حد ما بيحبش الطبق ده، والحقيقة انه اتعمل بطرق كتير قوي والناس جودت فيه وغيرت من شكله وطعمه. النهاردة بقى هنعمل كباب الحلة الأصلي بتاع أمهاتنا اللي ريحته بتقلب الدنيا من جماله. حرفيا ده ألذ كباب حلة هتجربوه. اللحم لذيذ ومستوي دايب كده في قلب الصوص. أما بقى الصوص ده حوار لوحده، بلونه البني المكرمل واللي شكله كمان يفتح النفس. بص الصوص لونه عامل ازاي، دهبي مكرمل مش غامق ولا فاتح، لا واخد لون مظبوط قوي، وكمان قوامه مظبوط مش خفيف زي المية، وطعمه كمان رهيب رهيب بجد. يلا بقى نشوف الطبق القمر ده اتعمل ازاي. بس قبل ما نبدأ، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. حلة تكون غويطة شوية، وهنحط معلقة سمنة أو زبدة وعليهم 4 معالق زيت كبار. بشوف معظم الناس بيحطوا اللحم الاول عشان ياخد لون، ولكن لا، انا مش هعمل كده لاني بحتاج البصل يكون دبلان شوية قبل ما انزله على اللحم. فهنزل الاول كيلو بصل لكيلو من اللحم، وهنا البصل الابيض هو المناسب واللي هيكرمل ويديني اللون والطعم المظبوط. بنفرمه فرم خشن، يعني يا دوب ضربتين كده في الكبة. ما تحاولوش تهروه عشان ما ينزلش ميته، انا عايزاه كبير كده بالشكل ده. نقلبه كويس لحد ما يدبل وياخد لون شفاف كده، يعني تقريبا يميل للأصفر، وبعدين نشيله من الحلة. حاولوا تلتزموا بالخطوات دي يا جماعة عشان تطلع معاكم النتيجة هايلة بإذن الله. هنا البصل دبل ولونه بقى شفاف ميل للأصفر شوية. هبدأ أنشله كله من الحلة، وننزل بقى بمعلقة سمنة هنحمر فيها اللحم بتاعنا. وهنا أنسب نوع للحمة بالطبق ده بيكون الموزة أو وش الفخدة، دي بتكون طرية وناعمة قوي. تعالوا نشوفها كده شكلها عامل ازاي. ادخلوا معايا في خلايا اللحم وبصوا ناعمة ازاي، وبينها كمان عروق كده هتساعد قوي على سوى اللحم. بنقطعها قطع صغيرة شوية بالشكل ده كده، وبعدين ننزل بيها في الحلة. ويفضل كمان نزود حتت من الدهن زي كده، بتدي طعم وريحة تحفة. وهنا لازم تكون النار عالية جدا، لازم لازم. واحنا بننزل اللحمة تكون النار عالية عشان تاخد صدمة ومسامها كلها تتقفل. بنقلبها لحد ما تاخد اللون الرمادي ده، وكده انا بحافظ على عصارتها كلها جواها عشان ما تنزلش ميه. بفضل بقى احمر فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي المظبوط. ما تستعجلوش بقى عليها وسيبوها لما تاخد لون غامق حلو، عشان ده اللون اللي هيفضل معانا للاخر. في الخطوة دي مهمة جدا جدا، ما نستعجلش فيها. وهنا خلاص اللحمة اتحمرت، بصوا بقى اتحمرت ازاي، خدت لون حلو قوي. هبدأ انزل بجزء من البصل اللي شلناه، وعليهم معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. كل ده واحنا لسه على نار عالية، والفلفل هنا لما بينزل على النار العالية هيتحمص ويطلع زيوته، وده هيفرق جدا في الريحة والطعم. نقلب كده شوية لحد ما ريحة الفلفل تطلع وتندمج مع اللحم. الله بقى على الريحة، مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي. هنزل بقى بباقي كمية البصل، وهحط كمان فصين من الثوم مقطعين بالشكل ده. مقطعين، بلاش مفرومين، بلاش مضروبين في الكبة، لا هنقطعهم على ايدينا كده صغنن بالشكل ده. ونقلب بقى البصل والثوم مع اللحم كويس. وهنا هنبدأ نوطي النار ونغطيها ونسيبها لما اللحمة تنزل ميتها وتشربها. وبعد حوالي نص ساعة اللحمة نشفت خالص، هنزل عليها بكوباية مية مغلية واغطيها واسيبها على نار واطية. كباب الحلة من الأطباق اللي بتستوي على نار هادية عشان تاخد السوا المظبوط وتعمل صوص حلو جدا. هنفضل متابعينها، وكل ما تشرب المية زي كده ننزل بكوباية مية كمان، ولازم تكون مغلية عشان تستوي بسرعة. وهنا اللحم استوى تقريبا 80% بعد حوالي ساعة ونص. ننزل بقى بفصين توم، وكمان يكونوا متقطعين صغير، وبشرة من جوز الطيب بتدي نكهة مميزة. وبلاش بقى نحط اي بهارات تانية، هو ملح وفلفل وجوز الطيب بس. قبل ما احط الملح اتاكد ان اللحمه فعلا قربت تستوي. اتاكد ازاي؟ بدخل فيها الشوكه كده، لو دخلت بسرعه زي كده نبدا نحط الملح على طول. وهنا مش برش الملح، لا بجيب ربع كوب من الماء المغلي وادوب فيه الملح بتاعي، بعدين اوزعه على اللحمه بالشكل ده. احتاجت تاني بزود لها.
وده عشان ما يبقاش جزء مملح وجزء تاني، لا يبقى كله كده طعم واحد ونفس الملح بالظبط. وكمان ما يأخرش من سوى اللحمة. نسيبه بقى على نار واطية، ومجرد ما يتشرب هطفي النار وابدأ اغرفه. بصوا بقى الجمال والحلاوة بجد تحفة. تعالوا بقى نشوف واحنا بنغرفه اللون عامل ازاي. لونه طالع تحفة بجد، والصوص قوامه تقيل وطعمه بجد لذيذ جدا. لو اتبعنا الخطوات اللي قلنا عليها دي اضمن لكم انه هيطلع معاكم كباب حلة ما حصلش. مش عارفة اتكلم على ريحته ولا لونه البني المظبوط ولا طعمه الرهيب، واللحم كمان دايب فيه بجد، يتاكل كده اكل. حقيقي لازم تجربوه، وهتعتمدوا الطريقة دي بعد كده في كل وصفات الكباب الحلة. عملت جنبه رز بسمتي بالقرفة، كنا حضرناه مع بعض قبل كده، بيبقى حلو قوي بجد معاه. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف لو عايزين تجربوه. وللناس الحلوين اللي بتعمل نظام صحي معانا مش هنتحرم من الجمال ده، وقريب هنزل لكم طريقة للطبق ده دايت تاكلوا منه من غير قلق. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك للفيديو عشان يوصل لناس كتير تستفيد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم. ما تنسوش اللايك يا حلوين.